السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في الموسم الثاني من فقه المعارك. كنا في الموسم الأول قد تحدثنا بتوفيق من الله عز وجل عن غزوة بدر ومقدمات غزوة أحد، وإن شاء الله في هذا الموسم سنكمل الحديث عن غزوة أحد، وسنتحدث كذلك بإذن الله عز وجل عن غزوة الأحزاب. غزوة أحد من الغزوات المهمة والخطيرة والكبيرة، والتي كان لها أثر كبير في مجريات العمل العسكري والجهادي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذه الغزوة، السبب الأساسي، هو محاولة قريش للثأر من المسلمين والانتقام منهم، لأنها جاءت تقريبا بعد عام من غزوة بدر. قتل من المشركين عدد كبير، وأسر من المشركين عدد كذلك كبير في غزوة بدر، فأرادوا أن ينتقموا وأرادوا أن يأخذوا بالثأر. الآن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق جهاز الاستخبارات الخاص بالمسلمين وصلته المعلومات، وبدأ يجمع الآراء ويشاور أركانه والمستشارين العسكريين حوله من الصحابة رضوان الله عليهم. ومعلوم أن القائد يشاور الأركان للخروج بالرأي الأصوب والأمثل لتنفيذ الخطة الهجومية أو الدفاعية. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بعد مداولات تم الحسم في أخذ القرار العسكري، وهو بأن يخرج المسلمون خارج المدينة لملاقاة المشركين. وكان هذا الرأي هو رأي الشباب المتحمس، خاصة الذين غابوا عن غزوة بدر، أرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لملاقاة المشركين خارج المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتحرك بقوة قوامها تقريبا 1000 مقاتل باتجاه منطقة أحد وجبل أحد. وقبيل المعركة بساعات انسحب جزء ليس يسير من القوة، جزء مش بسيط بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول. هذه القوة انسحبت وتركت الميدان، سلمت النبي صلى الله عليه وسلم للقتال والمقتلة وانسحبوا، وكان بإمكانهم أن ينسحبوا أصلا قبل أن يتحرك الجيش أو أن يتخلفوا عن القتال ابتداء، لكن أرادوا أن يخرجوا لكي يضعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرمى النار ثم ينسحبوا بعد ذلك. الآن صار في خلخلة في تنظيم القوات، لأنه جيش كان قوامه 1000 تحول فجأة إلى جيش قوامه تقريبا 700 مقاتل، وبالتالي الخطة العسكرية يجب أن تتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حنكة عسكرية منقطعة النظير، وبالتالي عمل تحويل في الخطة وبدأ ينظم القوات تنظيما جديدا. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ميدان أحد كالميدان الذي يوجد أمامي الآن، يشبه هذا الميدان إلى حد كبير. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ميدان أحد فحلل منطقة العمليات. تحليل منطقة العمليات هو جزء لا يتجزأ من أي معركة أو أي عملية، حتى لو كانت على مستوى خلية، أن أدرس المداخل والمخارج وطرق الهجوم وطرق الدفاع وكيف أوزع القوات وأين أضع المراقبين وكيف أبدأ بالهجوم وفي أي لحظة وفي أي ساعة. كل هذه المعطيات تعتبر تحليل للمنطقة والأرض التي ستقف عليها القوات وتقاتل من خلالها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ميدان المعركة، فنظر في الميدان مع المستشارين طبعا العسكريين من الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذ عليه الصلاة والسلام بتوزيع القوة. هنا كانت نقطة ضعف، وهي جبل يمكن للعدو أن يلتف حوله ويعمل التفاف ويضرب المسلمين من ظهرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كقائد عسكري أكيد بده يدرس نقاط القوة ونقاط الضعف في أي معركة من المعارك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع قواته وخلفها ساتر سلسلة جبال منها جبل أحد، ثم نظر في الميدان عليه الصلاة والسلام فرأى هناك جبل الرماة الذي وضع عليه الصلاة والسلام الرماة، إنه هذا الجبل ممكن إنه يصير حوله التفاف وبالتالي ضرب المسلمين من الخلف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بوضع 50 من أمهر الرماة على هذا الجبل. وثبت في الأحاديث الصحيحة إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. قرار عسكري واضح قاطع مانع لا اجتهاد فيه. والقرارات العسكرية طبعا هذا بيعلمنا إنها تكون واضحة فيش فيها اجتهاد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام عبقري، وبالتالي فكر بطريقة عسكرية منقطعة النظير، ووضع القوات في حالة جهوزية تامة وأمن ظهر المسلمين، وبالتالي صار الميدان الآن تحت سيطرة المسلمين تقريبا، وتوزيع القوات
كان توزيعا دقيقا وفي أماكن محددة. الآن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعبئ القوة بعد ما درس المنطقة وحللها تحليل عسكري وسكر نقاط الضعف ومنع العدو من استثمار أو استغلال هذه المناطق لصالحه، صارت لصالح المسلمين. الآن النبي عليه الصلاة والسلام إيش عمل؟ قام بتعبئة القوة قبل البدء بالقتال. وإحنا قلنا في الموسم الأول في غزوة بدر إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان منهج التعبئة والتوجيه ملازم له في كل المعارك، سواء قبل القتال أو أثناء القتال أو بعد القتال. وهذا أمر مهم جدا جدا، إنه النفسيات تكون معبأة والمعنويات تكون مرتفعة ومهيئة تهيئ كامل لمواجهة العدو. النبي عليه الصلاة والسلام وقف كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وقف أمام قواته ورفع سيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فجاء جماعة من الصحابة، منهم سيدنا عمر ومنهم سيدنا علي، حتى جاء أبو دجانة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله وما حقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يضرب به وجوه المشركين، في رواية أخرى هام المشركين حتى ينثني. فأخذه أبو دجانة ثم لبس عصابة كان حمراء يضعها على رأسه، وهذه العصابة عند العرب إذا الإنسان بيلبسها كأنه سيقاتل إلى الموت وإلى آخر نفس. وبدأ يتمخطر أمام قوات المشركين يظهر القوة والمنعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض هذه المشية في غير هذا الموطن. وبالتالي هذا بيعلمنا إنه التعبئة والتوجيه قبل القتال مهمة جدا جدا. ويضاف إلى ذلك إنه إظهار القوة أمام العدو، ردع العدو، هدم معنويات العدو، الحرب النفسية المضادة مهمة جدا جدا. ولذلك إحنا مطلوب منا أن نحشد كل طاقاتنا وكل إمكاناتنا باتجاه قتال العدو الذي يحتل أرضنا. وهذا مهم جدا. أي قائد فينا لابد أن يوجه كل إمكاناته وكل قدراته لقتال العدو الذي يحتل أرضنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. التحشيد السلبي هو أن نعكس الآية والعياذ بالله، فنحشد الناس للأمور الداخلية والمشاكل الداخلية ونبعد الناس عن أوجب الواجبات، وهو قتال العدو الذي يحتل أرضنا المحتلة. التحشيد المناسب هو تحشيد مخيم جنين، كل الفلسطينيين كانوا في خندق واحد. التحشيد المناسب هو تحشيد المجموعات التي اشتركت في العمليات وقامت بقتل جنود وضباط من بني صهيون وسجلت انتصارات مهمة جدا جدا. وقت المعارك لا مكان للخلافات، كل الطاقات، كل الإمكانات، كل البنادق، كل الخنادق يجب أن تتوجه باتجاه العدو، ولا تزال المعركة مستمرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.